السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن تستغرب من دور المعارضة الجزائرية. المعارضة الجزائرية الآن لها دور رئيس، وهو ماذا؟ فرض التطبيع على الدولة. راح تسأل كيف ذلك؟ شوف، النظام الغربي الآن موظف المعارضة من أجل الضغط على النظام الجزائري. تمام. بمعنى أنه ما فيش حريات، ما فيش حقوق. والمعارضة لو تشوفها كل مشاريعها، سواء الجناح الفرنكو الشيوعي التابع لفرنسا، أو الذي يدعي بأنه إسلامي وتابع لتركيا، وكلا المشروعين هو غايته التطبيع. هم لا يعرفون، سواء هؤلاء أو هؤلاء، أنهم مجرد أدوات. هؤلاء في يد أردوغان والسلفية في يد السعودية، ولا فرنكو الشيوعيين في يد فرنسا. هذا كل الناس تعرفهم، ولكن مهمتهم الأساسية سواء داخل الجزائر أو المعارضة في الخارج الضغط على النظام. تمام. ولما تضغط على النظام، ماذا يفرضون عليه؟ هنا النظام سوف يكون أمام واحدة من اثنين: إما أن يطبع، ولما النظام يطبع هم سوف أعزكم الله يسكتون أدواتهم. وحين تتأكد أن هذه المعارضة ما هي إلا مجموعات سينوتقنية في أيادي غربية، في أيادي خارجية. تمام. في حال ما النظام رفض التطبيع، مثل ما هو حاصل الآن، مسلطين عليك هذه الكتلاب الشرسة داخليا وخارجيا. وأعطيك مثال فقط حتى تتأكد أن المعارضة مشروعها هو التطبيع. قضية قافلة الصمود اللي كل الناس فرحوا بها وظنوها إنجاز كبير، راح معهم ذلك رئيس الحزب الإسلامي. رئيس الحزب الإسلامي لما راح قبل أن يعتقلوه بساعات عمل فيديو قال: أرجو من سلطات بلادي أن تتدخل. ما معنى أرجو أطلب من سلطات بلادي أن تتدخل؟ يعني الجزائر تنسق مع الكيان. عرفتم كيف يريدون أن يفرضوا على الدولة التطبيع بطريقة مباشرة وغير مباشرة؟ هنا كانت الرسالة قوية من الطرف الخارجي: إذا أنت لم تطبع راح نفرض عليك التطبيع فرضا. تمام. ولما الدولة الجزائرية ما تدخلت في قضيته، تدخل الأتراك وصاروا يفتخر بالأتراك. تمام. ويعلن ولاءه للأتراك. يعني هم أصلا لا يستحيون من إعلان ولائهم للطورانيين، مثل ما لا يستحي التيار الفرنكو الشيوعي أن يعلن ويعلي ولاءه لفرنسا، والطرف الثالث الذي يعلي ولاءه للسعودية. الفكرة ما هي؟ أنكم أيها النظام الجزائري إذا لم تطبع بإرادتك سنفرض عليك هذه الأدوات، وتعطي صورة أنكم أكثر قمعا وأكثر دولة ما فيهاش حريات. تمام. لأن هذه المعارضة مجرد أن تأتي إلى السلطة ستكون الصورة للحكومة السورية الحالية والحكومة المغربية والحكومة الأردنية. فإذا النظام الجزائري الآن أمام واحدة من اثنين: إما التطبيع إما المواجهة بطبيعة الحال نحن لا نستطيع أن نواجه العالم الغربي ككل، خاصة أن المعارضة مستعدة تقف مع أي جهة تريد أن تضرب الجزائر للأسف الشديد. فهنا عرفتم، أو هذا الجواب لماذا نقول للمعارضة أنتم تمارسون خيانة عظمى. لكم من جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.